حكام الليغا يهددون بالاضراب بسبب ريال مدريد. في الآونة الأخيرة دخلت الليغا الإسبانية في قلب أزمة غير مسبوقة بعد تصريحات نارية من نادي ريال مدريد الذي شكك في نزاهة الحكام الإسبان. هذه التصريحات لم تكن عابرة بل أثارت موجة من الجدل دفعت الحكام إلى التفكير في الإضراب، بينما يزداد التوتر بين النادي الملكي وسائر الأطراف المعنية. فما الذي يحدث بالفعل في الدوري الإسباني؟ ونحن أمام أزمة تحكيمية تهدد استقرار المسابقة. بدأت القصة بعد مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول التي شهدت جدلا تحكيميا كبيرا. النادي الملكي شعر بالغضب الشديد بعد إلغاء هدف كان سجله فينيسيوس جونيور في الشوط الأول، حيث اعتبر ريال مدريد أن القرار كان خاطئا وغير مبرر. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تزايد الجدل بعد التدخل العنيف من لاعب إسبانيول كارلوس روميرو على كيليان مبابي الذي لم يعاقب إلا ببطاقة صفراء من الحكم، لتكون النتيجة خسارة لريال مدريد بهدف نظيف، مما دفع النادي إلى إصدار بيان شديد اللهجة يتهم فيه الحكام بالتلاعب والفساد. هذا البيان لم يمر مرور الكرام، حيث جاء رد فعل اللجنة الفنية للحكام سريعا، حيث تم معاقبة الحكمين المسؤولين عن إدارة المباراة. لكن الجدل لم يهدأ بل تعمق مع تصريحات كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الذي وجه سهام النقد إلى التحكيم الإسباني، قائلا إن التحكيم في الدوري الإنجليزي أفضل من نظيره الإسباني. أضاف أن الحكام في إنجلترا يتعرضون لضغوط أقل مما يعزز أداءهم في المباريات. من ناحية أخرى تم تداول تقارير تشير إلى أن بعض الحكام في الليغا يفكرون في الإضراب احتجاجا على الاتهامات التي وجهها ريال مدريد، بل وذهب الصحفي إسحاق فوتو إلى القول أن بعض الحكام من الدرجة الأولى يعتقدون أن الإضراب هو الحل الوحيد للتعبير عن غضبهم من هذا الهجوم. ورغم حالة التوتر المتصاعدة ظهر الاتحاد الإسباني لكرة القدم ليؤكد دعمه للحكام في بيان رسمي، حيث أشار إلى أن مهمة التحكيم رغم تعرضها للمراجعة والانتقاد يجب أن تتم ضمن أطر رسمية لا تؤدي إلى التشكيك في نزاهة الحكام. وقد أضاف الاتحاد أن الاستمرار في هذا النوع من الهجوم المستمر سيؤدي إلى خلق مناخ من عدم الثقة يؤثر على سمعة كرة القدم الإسبانية ككل. في خضم هذه الأزمة جاء رد المدرب الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الذي انتقد ريال مدريد قائلا: هذه هي طريقتهم وهذه رسائلهم ونحن لا نلجأ إلى الأعذار. أضاف فليك أن برشلونة لا يواجه الحكام بطريقة مماثلة بل يستمر في لعب كرة القدم بغض النظر عن القرارات التحكيمية.